فيديو جديد وحلقة جديدة من قناة حدود على الطريق. رجعنا لكم حلقة جديدة من السلسلة اللي بنحكي فيها عن لعيبة يعني تعتبر من أساطير كرة القدم، سواء في مركزها سواء في أنديتها. ولكن نجم حلقتنا النهاردة هو محقق أرقام قياسية كتير، كفاية إن هو اللاعب الأكثر من تحقيقا للبطولات فوق ال40 بطولة، حدود ال44 بطولة. وهو البرازيلي داني ألفيش اللي الناس كلها عارفاه يعني بجنانه في الملعب أو بره الملعب. لكن في الجزء دوت في الحلقة هنحكي يعني أبرز الحاجات اللي حصلت في مسيرة اللاعب. فقبل ما نبدأ ما تشترك في القناة وفعل جرس التنبيهات وتدوس على زرار اللايك. ألفيش طبعا برازيلي الجنسية، اتولد سنة 1983 في مدينة باهايا في البرازيل. اللاعب اللي زيه زي أغلب جيل البرازيل وقتها كانوا عايشين حياة يعني فقيرة شوية، فحسوا يعني إن الكورة هي طوق النجاة بالنسبة لهم وهي اللي هتطلعهم من اللي هم فيه. وبالفعل بدأ يعني يلعب مع إخواته مع زمايله في الحارة أو ولاد المدينة زي ما بيقولوا في الشارع. إلا إن لما أبوه لقى الناس بتحب تاخده معاه في الفرق أو اتشهر شوية، قال لك خلاص انا هاخده مرنه في الشارع واعمل، وبقى اشهر لعيب يعني في المنطقه عندهم هناك. لحد ما شاف واحد من مسؤولين نادي باهايا البرازيلي، فقرر ان هو ياخده معاه الفريق دوت ويضمه يعني لقطاعات الناشئين. وبالفعل اللاعب بدا يتدرج يعني بسرعه كبيره، حتى هم هناك كانوا متفاجئين بالموضوع دوت، مع انهم يعني البرازيل معروف عنهم الحاجات دي. لكن بقول لك ان داني الفيش كان في حاجه خاصه في الملعب ان هو بيعملها والحاجات دي كلها. لحد ما في موسم 2001 بدأوا يصعدوا الفريق الأول. أول موسم يعني ما كانش بيلعب بالمستوى اللي هو الأساسي كبير، يعني لعب 6 مباريات، علشان في الموسم التاني بعد كده يلعب 31 مباراة ليه ويعمل أداءات جبارة جدا. فده اللي خلاه يثبت فعلا قد إيه هو يعني نجم كبير في المستقبل هيتحط العين عليه. بعد الموسمين اللي أداهم دول وعمل الأداءات الكويسة اللي أثبت قد إيه فعلا إن هو موهبة يقدر يعتمد عليها أي نادي أوروبي في المراحل اللي هو بيحاول يبني فيها فريقه كده. علشان بالفعل النادي إشبيليا قرر التعاقد معاه بعد ما يخلص موسم 2002 مع نادي باهايا البرازيلي وينضم ليهم. لكن أول موسم اللاعب يعتبر ما لعبش اساسي، يا دوب شارك في حوالي 5 6 مباريات والحاجات دي كلها. لكن في او 10 مباريات بالتحديد. لكن في الموسم دوت يعني منتخب البرازيل يستدعاه في كاس العالم للشباب ويعمل بطوله خارقه جدا. وعلشان كده نادي اشبيليا يقرر يعني ان هو يشتري اللاعب بصفه نهائيه بعد ما كان واخده اعاره سنه. وبالفعل ده اللي حصل يعني ونادي اشبيليا جاب اللاعب عشان لعب موسم في التاني يلعب اساسي. واول ما رجع اصلا في حدود 2000 في موسم 2006 كده قدر ياخد معاهم بطوله الدوري الاوروبي بعد اداءات جباره. وبعد كده جاله عرض في الموسم دوت من ليفربول بعد ما بدا يلعب اساسي. لكن طبعا ان اشبيليا مش عارف عايز 8 مليون غير الاضافات والبونص والحاجات دي، فليفربول شاف ان المبلغ كتير فرفضوا الموضوع علشان يرجع بعد كده ياخد السوبر الاوروبي من برشلونه ويلعب تاني مع اشبيليا اساسي، يقدروا ياخدوا الدوري الاوروبي للمره التانيه على التوالي. وبعد كده خلاص يثبت اللاعب نفسه في الفتره ديت ان هو باك يمين اساسي وعصري بالنسبه لهم في الوقت دوت، يقدر اي فريق يعتمد عليه في المستقبل. عشان تيجي موسم 2007 اللي كان فيها بطولة كوبا أمريكا اللي البرازيل فاز فيها على الأرجنتين 3-0 في النهائي، اللي داني ألفيش جاب الجون الوحيد ليه في البطولة ديت، واللي كان جون عالمي بالمناسبة. علشان زي ما بنتكلم في طول الحلقة إن هو كان خلاص بدأ يثبت إن ده لاعب استمراريته تفجع، إن هو لاعب مستمر لفترات يعني كبيرة في المستوى، يعني في نفس المستوى العالي اللي هو كان مقدمه. علشان بيخلي الانديه تقدم عروض وهي مطمنه ان اللاعب دوت لو جالهم مش هيخسروا فيه حاجه، علشان يعني ياخدوا البطوله زي ما قلنا بتاعت كوبا امريكا. وفي نفس الموسم دوت يجيله عرض من تشيلسي اللي خلى اللاعب برضه فرحان ان هو دوري انجليزي ومش عارف ايه. الا ان برضه بسبب الامور الماديه نادي اشبيليا رفض، علشان اللاعب بعد كده يطلع يعني يتكلم بقى عن المدرب ويحصل تصادمات في وسائل الاعلام ونفس النظام بالمدرب. الا ان كان ليهم زميل في النادي توفى في الفتره ديت، ده اللي خلى داني الفيش يقعد كمان موسم في اشبيليا، عشان بعد ما يقعد الموسم دوت ويعمل نفس الاداءات اللي كان معود الناس عليها يقرر نادي برشلونه ان هو يتعاقد معاه. وطبعا ما قدرش يرفض بقى العرض بتاع برشلونه اللي كانوا عاملين جيل ذهبي في الوقت دوت، وينضم لهم ويعمل معاهم اداءات يعني كويسه في اول موسم ليه. كفايه ان هو لعب 54 مباراه وعمل فوق ال 14 اسيست، بالنسبه للباك يمين ده رقم كبير وقتها. علشان بعد كده في اللي هو لما حد بقى موسم ورا التاني جه موسم 2010 اللاعب زي ما قلنا كان واخد كاس القارات، وبرشلونه عامل الانجاز اللي ما كانش حد يعمله قبله، ان هو قدر ياخد السداسيه، علشان يبقى داني الفيش اللاعب الوحيد في تاريخ كره القدم اللي يقدر يجمع 7 بطولات في موسم واحد، سواء ال6 بتوع برشلونه اول واحده بتاعت اول واحده بتاعت المنتخب. وفضل على المستوى دوت لحد سنة 2016 مع برشلونة، لعب موسم 2016 معاهم، عشان بعد كده خلاص اللاعب يقرر يخوض تجربة جديدة. وبالتوصية من جوارديولا كان عايزه في مانشستر سيتي، إلا إن اللاعب ما راحش مانشستر سيتي وحب يجرب الدوري الإيطالي. وبالفعل راح نادي يوفنتوس الإيطالي، عمل معاهم يعني موسم مش وحش، قعد معاهم في الموسم دوت يكفي إن هم وصلوا نهائي دوري أبطال أوروبا بعد ما كانوا فايزين في نص النهائي على برشلونة 3-0.
فاللاعب فعلا يروح نادي يوفنتوس يلعب معاهم 19 مباراة في الموسم، عشان بعد كده ينهي عقده بالتراضي يروح على باريس سان جيرمان يقعد موسمين. اللاعب لعب فيهم 48 مباراة، وفي 2019 قدر ياخد الكوبا وهو فوق ال 36 ولا ال 35 سنة. علشان بعد كده اللاعب بيسيب بقى الدوري الفرنسي وكده ويطلع على البرازيل برضه تاني يلعب مع ساو باولو هناك. طبعا ما خدش مع ساو باولو بطولات، ده النادي الوحيد اللي ما خدش معاه بطولات. علشان بمفاجأة للجميع يقرر نادي برشلونة بعد الأزمة اللي كان فيها يلجأ لداني ألفيش ويرجع داني ألفيش الموسم دوت. اللاعب عمل فيها اداءات مش وحشة خالص، اداءات محترمة. علشان بعد كده برضه يسيبهم ويطلع على الدوري المكسيكي، ومن الدوري المكسيكي هو حاليا اللاعب عامل مشاكل عشان كان النادي فسخ عقده. علشان في ناس كتيرة بتقول ان هو يعتبر احسن باك يمين في تاريخ كرة القدم يعني بالمنافسة مع كافو، الا ان الناس بتفضله لان هو اكتر لاعب عمل استمرارية في الملاعب يعني باداءات جبارة، مش كان مستمر وخلاص. علشان مع نهاية الجزء ده وتنتهي حلقتنا النهارده، قبل ما ننهي ما تشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات وتدوس على زرار الاجتماعي في الكومنتات عايزنا نتكلم عن مين الحلقة الجاية.